صديقي، أهم موقف حصل في فطار المطرية حصل بعد الفطار بيوم. ده الفيديو اللي هتشوفه معايا دلوقتي واللي لازم يلف العالم كله. ما جيتوش امبارح؟ جيت. جيتوا؟ جيت. تمام؟ كان جايب محفظة ضايع. نعم. كان جايب محفظة ضايع. تخيل محفظته ضاعت في وسط الأعداد المهولة اللي كلنا شفناها. بس لقيتها؟ لقيتها. والله؟ تخيل إن لقوا المحفظة بكل بساطة كده وبدون حتى ما الموضوع يوصل للمنظمين. كان جايب محفظة ضايع. اه؟ بس لقيتها؟ لقيتها؟ لقيتها. والله؟ امتى؟ في محل مش ضايع. الحمد لله بس الحمد لله بس يعني لقيتها. المهم الكارتة يعني. الحمد لله الحمد لله كلنا كده ما تسيبهاش بكارت. يعني مش كتير يعني. الحمد لله الحمد لله نورت الدنيا. طبعا اللي بيكلمه ده مصعب، أحد المنظمين الأساسيين في فطار المطرية. طبعا احنا بنشكره وبنشكر كل المنظمين من قلبنا. هنا جه دور اللي بيشوفنا دلوقتي واللي لازم يعمل شير للفيديو علشان العالم كله يشوف اللي حصل. مش الفطار والأعداد اللي كانت موجودة، إن في طالب إندونيسي وقعت منه محفظته في وسط الزحمة المهولة اللي كلنا شفناها، وراح تاني يوم ومن غير ما يتواصل مع حد على نفس المكان اللي هو شاكك إن محفظته وقعت فيه، لقى محفظته بكل بساطة. موضوع يبان بسيط في الحكاية لكن هيوصل رسالة قوية جدا عن شعبك وبلدك. شكرا مصعب، شكرا كل المنظمين، واشوفك على خير يا صديقي. سلام.